الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم أن التصريف في اللغة التغيير. وحنوس السعودية دروستي تصريف العزي درسي روحها مقدمة وحنوغ هذا النيقيب كمذا المبادئ والعشرة، وحنا كمذاها تعريف علم التصريف اللغة واصطلاحا. صفة فاصلنا وعقص هذا الني مؤلف كمرك الرسالة سوحك بلابيا إنه قيحو التصريف لغة واصطلاحا. وعيد المؤلف رحمة الله عليه: اعلم أقو أن التصريف لفظا التصريف معنيه في اللغة حال وهذا التغيير ويان اسبدل. ومنه قوله تعالى: وتصريف الرياح، أي تغييرها من حال إلى حال. دبيشو مربع حالات بيكو سغنتاي مروى قبوذهي مروى كلوشاي، ومن جهة إلى جهة مربع لنعبك إيمانيسا. مركا تغييرك إحداث شيء لم يكن شيء سود الريمرك هرآن شوغين. إحداث كاس وحكو إيمانيا إما بالزيادة أو بالنقصان، شيء سود زياده أما شيء نقصانه. مثلا جهة كلا مركا كإيمانيسو دبيشو جهة كلا كإيمانيسو وتحويل وإسبدل بعد عيا وإحداث شيء لم يكن. نعم، مركا المهم تصريف في اللغة معنه سوى التغيير. كذب حيروها في الصناعة، أي ومعناه لفظ عن التصريف معنه في الصناعة حال وهذا اصطلاح علماء الصرف تحويل الأصل ويان. هل أصل إنه وريتشيو أصل كي الواحد كلقاها إلى أمثلة أوزان لو بدله مختلفة كالدول. صببتها محي لمعان لحصول معاني إلا هلدرتاد معاني ذا لا تحصل عن حصيلين إلا بها بذكر تلك الأمثلة. أمثلة إلا الشيء معهانه. خلاصة مركو حويان تحويل الأصل الواحد. هل الأصل أيا لوريجينيا؟ الأصل هرنا وقصة المعنى وحلقة وضع ما جعل ما أخذا للتحويل ما يشأ اسبدلك وكبل عبانيو. لبن نوعيان الاسم المفرد والمصدر. الاسم المفرد وأصل كاسي وحلو بدل أمثلة مختلفة سيد مثنى جمع تصغير منصوب إلى آخره. واحد ليذا هاي رجل رجلان رجال. إذن اسبدل باكل دعي صمع صوبت له محل معاني المقصودة. معنى بالرهادينية معنى الرهادينية وحويان مثنوه حتصاه لابا شخصي جمعنوه حتصاه لابا وحي كبضا. معناها سال الرهادينية معناها سنما حاصل أيه إلا اسم كي مفرد كا وزن كيسي لبدله. ومثلا رجل لقد رجلان أم رجال. نعم، نوع على بعض حويان اللي يراد الأصل الواحد وحلقة وضع المصدر. وهذا نقص عن قول البصريين ويقول حليهين الأصل في المشتقات المصدر. قولك كوفيين تدي له صعدنا وحال أورنايا الأصل الواحد هذا وحلقة وضع الفعل. قولك بصريين ما دام علماء بديهين وحير هذا مركز الأصل الواحد والمصدر. مصدر كاسة وحلو بدل إلى أمثلة مختلفة أوزان كالدول. الأمثلة المختلفة على كبر على وباعتبار عدد الحروف والحركات والسكنات لا باعتبار المادة. أرنكس مهم واي. المشتق منه والمشتق حق مادة وكسميهين. مادة وحلقة وضع حروف تأصلك. صابت وحويان هذه مادة تكون خلافان أي كلمة كلام مشت من موقت. مثلا تحويل الضرب إلى ضرب هي ضرب حق مادة وكسميهين وأسكو حروف، لكن وحيسكو بخلافين الحركات والسكنات. يضرب سيدوكلا حق أصول كلمة ذا وكسميهين حرف زائد هكوشر هدوربه، لكن أصول الكلمة وكسميهين. وحلا من المضروب ضارب مضراب كلمات كاسودا حق مادة وكسميهين. ومادة ذو حويان الضاد والراء والباء. مركب مادة الكلمة اسكو خلاف كران المشتق منه والمشتق. مركب ماشي سبحانه وصبحها إلى أمثلة مختلفة إن لقوضه باعتبار عدد الحروف والحركات والسكنات لا باعتبار المادة. نعم، لمعاني المقصودة وحي أتشيدان أوزان تنكال الدول مد والبوحة لوكينيا إن معنا كلا أكتسه معنيه أصل كان ووتا معنا كلا الإرادنا ووتا. مثلا الضرب هل معنه تسيي والحدث قراعد. ضرب معنيه مصدر كان ويتسيسا. الحدث معنى كلا زيادة ويتسيسا. قراعد دان إنا يدعضي زمن نصودافي قبل زمن التكلم أي يدعضي. مثلا ضارب واسم فاعل وزن كان فاعل وحتسيا لما معنيه مشتق منه قتسيا. الحدث كو معناها لبعض تسينا وحويان حدث كاسي عدي سميسي إنو نوشيغو
معناها دنبه زائد كأه ويا متك لو لجيدو لمعاني المقصودة واسم فاعل كحوتصيا من وقع منه الفعل عدة فعل كسميسي وحير مركا لا تحصل محاصل ليس معاني ذن هي المعاني المقصودة إلا بها إلا بذكر تلك الأمثلة مثلا معناها من وقع منه الفعل عدة فعل كسميسي معناها سيما حاصليو إلا إن أدلتي مادد وزن كفاعل معهنه إذا تاس بيوتشيدان لا تحصل إلا بها. نعم مركا مؤلفك وحيري تصريفك معنيه في الصناعة حال هذا اصطلاح علماء الصرف تحويل الأصل الواحد هل أصل إن لو وريتشيو أصلنا وحكم عنيني ما جعل ما أخذ للتحويل إلى أمثلة أوزان إن لو وريتشيو ولو بدله مختلفة اسخلافا في عدد الحروف والحركات والسكنات صابتنا وحويا لمعان لأجل معاني إن لهله معاني داس مقصودة لو قصديه لا تحصل محصل معاني داسي إلا بها إلا بذكر تلك الأمثلة أمثلة داس إلا شيء معهنه. كذب وحي المؤلفك أقسام الفعل باعتبار عدد حروفه أقسام الفعل فعل كغيبهيسة باعتبار عدد حروفه حروف تيسا ترضوضة مركي الاعتباريه هذا محله ومبحثه فعل كمركي لقيبنا أيه اعتبارات بوليه مثلا باعتبار حروفه وحلو قيبنا أيه ثلاثي رباعي مرنا وحلو قيبنا أيه باعتبار الصيغة مثلا فعل كان وماض ومضارع وأمر مرة وحلو قيبنا باعتبار اللزوم والتعدي وفعل كان ولازم أم ومتعد إلى آخره مركا هذا وحكى بالعابية أقسام الفعل باعتبار حروفه وحير ثم الفعل فعلك وكلمة دلت على معنى بنفسها مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة وكلمة معنى تسطي بنفسها لف أهان تذكو تسيسا معناها بمعنى معنى هذا ومستقل مركي لو دواقه ولا فهمية مثلا ذهب مركي صار لو دواقه معنى هذا ولا فهمية اسم كنا وصدوكره وكلمة دلت على معنى بنفسها لكن حكوا لدوينهين فعلك وحوتصا زمن ساسي ويرادين مركا مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة سادح الزمن متكود أي لحريرتا إما الماضي أو الحال أو الاستقبال مركو حيري ثم الفعل فعلك إما ثلاثي ويه من سد حرفك كوبا وإما رباعي من أفر حرفك كوبا وكل واحد متكسته ومنهما من الثلاثي والرباعي كمذا إما مجرد ويان ومجرد أو مزيد ويان مثل زيادة فيه لحديثة وكل واحد متكستو كمذا إما سالم ويان أو غير سالم أولا وحيري فعلك وحوق يبسما باعتبار عدد الحروف إلى ثلاثي ورباعي فعل صد حرف كوبا بأصل وضعه يفعل أفر حرف كوبا بأصل وضعه كذب وحيري متكستو كمذا ومجرد أو مزيد فيه متكستو كمذا مركوا سالم أو غير سالم اعتبارات دور نسي مركا فعلك مركو هوريسان وقيبنه من حيث التجرد والزيادة مركاسي وحن لنا فعلك هو مجرد أما مزيد فيه فعلك مجرد كأه وحي أتشيدان فعلك حروف تيسورني أصل تحي وحتكون براروكتا تعريف كي مركان سوهيني التصريف وحانري تحويل الأصل هذا نوحان لنا هاي فعلك أسوشيسة مركا لابا اعتبار واي مركان نيرانو تحويل الأصل وحالقا وضع ما جعل ما أخذا للتحويل بدل كما يشو كسو بالعبانيو معناها سالقا وضع الأصل هل كان لكن الأصل وحالقا وضع مادة الكلمة وحروف فعل كأما اسم كلازميسة أيسا مرنا ببنانين إن لحذفه إلا ضرورة إن ضرورة ماذا معها مثلا كتاب مادة ذيك كوبانتها والكاف والتاء والباء حروف تسوي حليل هذا أصول ما بنانو مرنا إن كاف كالريدو أما تاء أما بعض مثال كوسو دوينا يوحويان قفك بين آذنك وعافماتك قبه إن حبين لقاقويو ما بنانا صومه لكن مثلا قعنتي أو كلا عذر كردعو عذر كاسنا لقابقايا إنو جيرك كفافو قعنتي والقويني يا صومه كلمة حروف تيدا أصل كأه مد كمد إن لقوي ما بنانو إلا لعلة تصريفية إلا الصرف إني ماشيتي ماذا معها إلا صرفك مركا محيطها هاي وحلو سوكوبي كراه الثقل في النطق كلمة إن لغو دواقو أي عليس نقونيسة مثلا قاوال وحكا كوبانتاي سد حرف أصل قاف واو يلام واو دي مركا وفتحسان تهي حرف كراه كهريو صحيح وأصينا فتحسان سادرت دي مركا واو دي هلا بدلالي لماذا لو بدليا لعلة تصريفية عذر بايمد عذر كاس مركا إن الزورية واي قاب قلقو الزورية نوحيتها هاي واو دي وحلو بدليا ألف
maadaama fatxada iyo alifta calaaqe ka dhaxayso marka waxaa laleeyahay qaala idan lafdigan qaala asalkiisu qawala buu ahaa isbedel baa lagu sameeyey isbedelkaasna waxaa keenay cilatun sarfiya waxaa la mid ah qul asalkeedu wuxuu ahaa quul wowdii waa reebaneed waxaana ka dambeeya laam reeban idan iltiqaa'u saakinayn baa yimid iltiqaa'u saakinaynkaasna waa cilatun sarfiya cudurkan waxaa lagu zuulin karaa markaan oo kale in la xadfo idan wowdii oo la xadfo waxay daawo u tahay kelimadan in lagu dhawaaqo markaas waxaa la yidhi qul nacam marka warkaasoo dhan waxaa uga danleynaa inaan fahanno kelimada usuusheeda waxaa laga wadaa maadatuha macnaheeduna waxa weeyaan xaraf ka mida lama xadfi karo ilaa inay timaado daruuro ma ahane daruuradaasna waxaa loo yaqaanaa cilatun sarfiya marka kelimadu labay u qaybsamaysaa mujarad iyo masiid mujaradku xuruuftiisu dhan waa asal masiidkuna xuruuftii asalka ayaa waxaa lagu siyaadinayaa xaraf min xuruufi ziyaada marka kitaabkii almadkhal ila cilmi sarfin oo kusoo baranay ziyaado inay laba nooc tahay ziyaado ka dhalatay asalkii la soo celceliyo iyo ziyaado ka dhalatay min xuruufi sa'altumuniiha idan ficilku marka wuxuu qaybsamaya mujarad iyo masiid mid kastoo ka mid awsaan buu leeyahay sheekha noo keeni doona laakiin wuxuu yidhi mujaradkii masiidka mid kastoo ka mid ah waa saalim aw hayru saalim dhegta raarici culammadu waxay isku khilaafeen farqiga u dhexeeya alsaxiixu waasaalim laba qowl baa ku jira alqowlu alawal waa qowlka odhanaya alsaxiixu waa muraadifun lissaalim saxiixa iyo saalimku waa isku mid ama saxiix dheh ama saalim dheh waa isku macno waxayna ku tacriifiyaan maa salima min axrufi alcillati waalhamzati waaltadciif waa wixii ka nabadgalay xuruufu alcilla iyo hamza iyo tadciif marka ficil kasta oo laga waayo xuruuf alcilla iyo hamza iyo tadciif waa saalim haddii xuruuf alcilla laga helo ama hamza laga helo ama tadciif laga helo waxaa la odhanayaa hayru saalim idan ficilka waxay u qaybiyeen saalim iyo hayru saalim haddii marka qowlkaas lagu socdo saalimka ama saxiixa mithaalkiisu waa karuma salimat min xuruufi alcillati waalhamsati waaltadciif idan waa saalim waana saxiix maadaama saxiixu uu yahay muraadifun lissaalim hayru saalimka ama hayru saxiixa waxaa soo gelaya markaa muctalka oo dhan sida maalan wacada qaala rama iyo wixii la mid a waxaa kaloo soo gelaya mahmuuskii waa hayru saxiix waana hayru saalim waxaa kaloo soo gelaya mudacafkii waa hayru saalimin waana hayru saxiixin idan wixii ka soo hara saalim oo dhan waxaan leenahay waa hayru saalim saxiixa iyo saalimka waa isku macno qowlkaasna waxaa dooranaya culamo hore uu ka mid yahay saaxibu matulbinaa iyo saaxibu almaraax iyo rag kale qowlka labaad waxaa dooranaya culamo hore uu ka mid yahay azanjaani waasuyuuti qowlkan wuxuu leeyahay qowlka koowaad waxaan ku waafaqaynaa tacriifka saalimka laakiin waxaan ku khilaafaynaa tacriifka saxiixa oo qoladii hore waxay tiri soo maahan saalimka iyo saxiixa hal tacriif bay leeyihiin oo ah maa salima min axrufi alcillati waalhamsati waaltadciif culummada qowlkan labaad dooranaysa waxay leeyihiin saalimka inuu yahay maa salima min axrufi alcillati waalhamsati waaltadciif waa idinku waafaqaynaa laakiin waxaan idinku khilaafaynaa tacriifu saxiix oo waxaan odhanaynaa saxiixu waa ka guda weyn yahay saalimka oo saalimku waa qayb ka mid ah saxiixa marka saxiixu ayagu waxay ku tacriifinayaan maa salimat xuruufuhu alasliyatu min axrufi alcillati faqad markii saa la yidhaahdo saxiixa muqaabilkiisa waa almuctal markaasi waxaa noo soo baxay natiijo ah saxiixa waxaa hoos imaanaya asaalim almahmuuz waalmudacaf oo marka ayagu waxay leeyihin ficilka waxaa u qayminaynaa biictibaari asixati waalictilaal ficilkan waa saxiix ama waa muctal hadduu saxiix yahay saddex baa hoos imaanaya saalim iyo mahmuuz iyo mudacaf hadduu muctal yahayna aqsaam afara hoos imaanaysa mithaal ajwaf naaqis lafiif marka culamada labadaas qowl ayay ka leeyihiin farqiga u dhexeeya alsaxiixu waasaalim alqowl awal wuxuu odhanayaa alsaxiixu waa muraadifun lissaalim waana qowlkan kusoo marnay matulbinaa qowlka kale wuxuu leeyahay maya alsaxiixu acamu min assaalim saxiixu waa ka guda weyn yahay saalimka saalimku waa qayb saxiixa ka mid a ee saxiix oo dhan ma aha oo saxiixu waxaa soo osgelaya mahmuuskii mudacafka marka furuuqdaasi inay kuu kala cadaato waa muhiim warka sheekha kusoo noqona marka wuxuu yidhi mualifka raxmatullaahi calayh uma alficlu ficilka ima hulaasiyun weeyaan mid saddex xaraf ka kooban wa ima rubaaciyun weeyaan mid afar xaraf ka kooban wa kullu waaxidin mid kastoo minhumaa min athulaathiyi waalrubaaciyi ka mid ah ima mujaradun weeyaan mid xuruuftiisa oo dhan ay asal tahay aw masiidun fiihi weeyaan xuruuftiisa asalka wax lagu siyaadiyey wa kullu waaxidin mid kasta
ومنها ثلاثي أي رباعي مجرد كي مزيد كمدة سالم ويان أو غير سالم. كدب وحنو تعريفي معنى السالم وحيري ونعني وحن أجيدنا بالسالم السالم كوحن أجيدنا ما فعل اسم كوسوق لي لفتقيسو واسم لفتقي سالم وغير سالم وقيب سمية، لكن مدام الكتاب كان وكهض تصريف الأفعال وحن كوري إلى ما ضاسي الفعل مركو حيري ونعني بالسالم سالم كوحن أجيدنا ما فعل سلمت حروفه حروفتي سيكون بدقشي حروفتي سال أصلية أصل كلو نسبي التي حروف تاسو تقابل لجهر كينيو بالفاء والعين واللام من حروف العلة أي كابنا بدقشي والهمزة والتضعيف مركز سالمكو وما سلمت حروفه الأصلية حروفتي أصل كأي وحي كنا بدقشي من حروف العلة والهمزة والتضعيف هذا يصدح ذا كنا بدقشو وسالم هذا كنا بدقشو حروف العلة والتضعيف وحلو يقانا مهموز هذا كنا بدقشو حروف العلة والهمزة وحلو يقانا مضاعف صدح ذا صنوحي هوس إيمانا الصحيح مركا ميشانو يري التي تقابل بالفاء والعين واللام شرح بدن نوغم باهن هذا سببته وحن كسور لغني المدخل إلى علم الصرف أصول الميزان أي أصول الموزون أي الاسكور كينيا هورين وحن أصول تلماني أردق صرف قسيس عن ما فهمي كره إلا إتقانيه الميزان الصرفي هل قاس مركا ونقوم درسي إنما تنتابو كويجي هاي درسي صوص عظام حنا واحد دونا أوزانتا الثلاثي المجرد باعتبار المضارع واللي حبابك إيمان دونه شيخنا شنبك الشيغي. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.